السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك القادمة مع حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد فوز فريق الزمالك على فريق البنك الأهلي في المباراة السابقة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل هدف الزمالك في هذه المباراة عن طريق اللاعب محمود حمدي الونش. ويستعد فريق الزمالك بعد هذا الفوز لمواجهة فريق حرس الحدود في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز فريق الزمالك على فريق حرس الحدود بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، ويحتل فريق الزمالك بعد هذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 22 مباراة. فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وهزم في 6 مباريات، ليكون الفارق 11 نقطة بينه وبين فريق الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 22 مباراة. فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات وهزم في 12 مباراة، ليكون الفارق 20 نقطة بينه وبين فريق الزمالك. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الخميس الموافق 13 إبريل 2023 13/4/2023 في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10:15 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 11:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 8:15 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت 1 بصوت المعلق أمير محروس. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.